كابتن النهارده على حكم الشهداء؟ بالنسبة للحكم القضاء هم أضرب شغلهم، لا تعقيب ولا تعليق على شغل القضاء عشان دولت معهم ورق مستندات، معهم ما يكفي لصحة القرار يعني. شايف الحكم هيرضي جميع الاطراف؟ هيرضي الاطراف الاهلي، هيرضي بورسعيد؟ النهارده طبعا اشتعلت النار باتحاد الكوره بنادي الشرطه، شايف الامور دي هتودينا على فين؟ والله هي ردود الفعل بانت، المين اللي راضي كبر وقال الله اكبر، واللي رفض راح ولع في الدنيا وهاج. احنا لازم يبقى في موقف، وموقف قوي جدا ضد مثير الشغب، ان لو استمرينا على كده احنا مش عارفين هنوصل لفين. فانا بطالب يا ريت يبقى فيه ردع لمثير الشغب، ماشي، وعشان البلد تقف على رجلها تاني، واحنا بلد كبيرة وبلد تاريخ وبلد بلد فيها كل المميزات الحلوة يعني. فما ينفعش ان احنا نسيب الامور بهذا الوضع، لازم يبقى لها وضع قوي جدا، قرار صارم مع مثير الشغب. انا بحترم القانون، يبقى الكل يحترم القانون. كابتن، بعد اشتعال النيران باتحاد الكره ونادي الشرطه صارت شائعه كبيره ان ايقاف النشاط، وخلال ساعه ما يقرب من ساعه اجتماع مع السيد عمرو الفاروق وزير الرياضه واعضاء مجلس اتحاد الكره، شايف ان النشاط ممكن يتوقف؟ والله هم اصحاب القرار قالوا لنا وقف هنقف، قال اشتغل هنشتغل، بس انا شايف ان احنا بنلعب من غير جمهور. يعني احنا بنلعب من غير جمهور، فين الشغب اللي هيتم؟ ما فيش شغب هيتم طالما احنا بنلعب بدون جمهور. ده هم بيدخلونا كاعضاء مجلس اداره المباريات بالعافيه، يعني احنا بندخل المباراه بعد تصفيه، ولا حاسب، لا دول عدد ايه، دول ايه، دي بتبقى محتاجه مننا ان احنا بنستحمل الشرطه علشان ده واجبهم، فاحنا بنستحملهم وبنساعدهم على كده. فلما يجوا يقولوا نوقف القرار، طب واقفينه عشان شغب ايه؟ طب فين الشغب اللي هيتم واحنا اعضاء مجلس اداره الناديين والملعب فاضي ما فيهوش حد؟ فين الشغب اللي هيتم؟ كابتن، خلال تواجدنا بالنادي كفر الشيخ، نقول الدنيا رايحه فين في كفر الشيخ؟ في كوضع النادي هنا عندنا في الكوره باذن الله احنا ربنا يوفقنا يا رب. احنا ماشيين، لا في صعود ولا في نزول ان شاء الله، ان احنا وضعنا ممتاز الحمد لله في النص، لكن ربنا مش وفقنا في صعود السنه دي. لكن احنا بادئين من البدايه ان احنا مشكلين تشكيله جديده، منتخب من الناشئين جمعناهم من كام فريق، 21 و19 و23 سنه، كلهم بسم الله ما شاء الله خامات تبشر بالخير. هم بيحتكوا السنه دي، وان شاء الله السنه الجايه يبقى املنا في الصعود باذن الله. لقاء سمعنود السابق يرجع لقله خبره لاعبي كفر الشيخ؟ والله لا، هي قله الخبره في كم ماتش. احنا بفضل الله بشهاده الانديه الثانيه والاخرى ان احنا كمجموعه لاعبين خامات هايله جدا، محترمين جدا، مستوى عالي جدا. احنا ماسكين المباريات، هي في حاجتين، عدم توفيق، نمره 2 قله خبره، خسرنا بيها ماتشات كتير قوي. الهدف الاول كان شيء غريب على الكره المصريه، اللعيبه عبرت عن فرحتها وتركت الملعب نهائي. تركت الملعب وراحت تبارك للجهاز الفني والاحتياطي. اتفاجئنا ان الكره اتسنطرت ودخل الجول واحنا قاعدين مش واخدين بالنا يعني. والهدف الثاني بعد دقيقه؟ ده مش دقيقه، ده اقل من دقيقه، ده هم يا دوب سنطروا وجابوا جول، بس الكره راحت على الجول على طول. بعد المباراة حضرتك كنت غادرت الملعب، حالة بكاء شديدة للاعبين. كابتن ايهاب اعلن ان هو مش هيكمل مع كفر الشيخ، النهارده شفناه في المران النهارده. ايوه، لا ما هو احنا ما ينفعش. الكابتن ايهاب كابتن محترم، كفاءة، راجل كويس جدا، راجل على خلق، عمل مجموعة عالية جدا، ماشي، كون فريق، زرع مجموعة، لازم لا لازم يستنى عليها ولازم يصبر، مش من اول صدمه يقول انا ماشي، لا ما ينفعش. احنا متمسكين بيه لان الراجل فعلا عمل فريق كويس بشهاده الكل يعني. صلاحيات كابتن ايهاب ممتده لكل شيء داخل ارجاء الفريق، شايفين ان هيبقى في مذبحه في كفر الشيخ السنه دي في اللعيبه؟ لا مذبحه، ما فيش مذبحه، احنا اللعيبه معانا كويسين جدا. هو ما فيش الا
كام لعيب بس كده من اللعيبه الكبار محترمين جدا وعلى مستوى عالي جدا، لعيبه هايله. بس هو وجهه نظر المدير الفني واحنا بنحترم وجهه نظره، هو له وجهه نظره واحنا محترمين وبنقدر وجهه نظره، بس لكن هم كلعيبه لعيبه هايله جدا على مستوى عالي جدا، لعيبه لعبت في انديه ممتاز، لعيبه كبيره لهم اسمهم يعني. شكرا يا كابتن، نتمنى التوفيق لنادي كفر الشيخ. الف شكر يا فندم، وربنا يوفقنا وربنا يجعل الخير يا رب كده قريب باذن الله. شكرا يا كابتن. شكرا. مجلس اداره نادي كفر الشيخ بنرحب بك يا كابتن. اهلا بك يا كابتن احمد. تعليقك النهارده على الاحداث حكم المحكمه واشتعال النيران باتحاد الكره ونادي الشرطه. والله يا كابتن احمد الواحد زعلان على حال البلد، يعني مش عارف، هو الحكم مش لا راضي شعب بورسعيد ولا راضي الجمهور الالتراس، مش عارف ليه. والمفروض يعني اتحاد الكوره ده حاجه ملك الشعب مش ملك اشخاص، ومفروض دي حاجه نعتز بيها، الكؤوس والبطولات والحاجات دي كلها المفروض دي حاجه للتاريخ. ما ينفعش ان احنا نحرق اتحاد الكوره او نحرق نادي الشرطه، احنا ضد العنف وضد الكلام ده يعني. النهارده شهادات كتيره ايقاف النشاط وحاليا اجتماع مع السيد العامل الفاروق وزير الرياضه، شايف الدنيا هتروح ازاي لو النشاط وقف؟ والله يا كابتن المفروض النشاط ما يوقفش، طبعا بنبقى بنحطم كده الدوري وبنحطم معنويات اللعيبه، والمفروض الدوري يمشي والبلد تتحرك شويه، وعشان طبعا عندنا طبعا البطوله بتاعت كاس العالم، اللعيبه كل ما بتلعب وكل ما بتأدي كل ما بتتمرن بيبقوا طبعا واخدين على حساسيه المباراه والماتشات والكوره والكلام ده. نتمنى والله ان الدوري يكمل وعشان البلد تبقى تتعادل شويه يعني. بعد لقاء سمنود وكفر الشيخ وإشاعة رحيل الكابتن إيهاب جلال، حالة من القلق للاعيبة، حالة بكاء. النهارده الساعات الأولى من الصباح كان الكابتن مش جاي بس الكابتن حضر. يا ترى تعليق كابتن وائل النهارده على الأحداث الرياضية داخل نادي كفر الشيخ بالذات؟ والله مشكلة يا كابتن أحمد، الناس مستعجلة على كابتن إيهاب. معلش الكابتن إيهاب لسه ما كملش معانا، لسه أول موسم، وبعدين الكابتن بيبني فريق. مش معقول هاجي مثلا من ماتشين ثلاثة اقول له لا احنا عايزين نصعد السنة دي او عايزين. راجل بيبني فريق واحنا صابرين عليه، راجل كويس ومدرب كفء ومدرب محترم، والجهاز المعاون كلهم ناس كويسين صراحة يعني. بس مش هنيجي بقى نشوف لا ده اتغلب ماتش نذبحه، لا ده الماتش اتعادل، لا مش عارف ايه. المشكلة ان كل الناس دلوقتي بيفهموا في الكورة. احنا كده صابرين عليه، والراجل قعدوا معانا 3 سنين وصابرين عليه. قطاع الناشئين مليء باللاعبين ذو المواهب الكبيره، شايف ان تدعيم الفريق باكثر من لاعب الموسم القادم ولا نعتمد على قطاع الناشئين؟ والله انا من وجهه نظري المتواضعه بالنسبه للكوره، هو احنا عايزين طبعا عايزين مهاجم كويس، وعايزين لاعب خط وسط مدافع عشان ندعم الفريق. وطبعا الرؤيه الاولى والاخيره للكابتن ايهاب، واحنا بنحترم رغبته وبنحترم تقديره للعيبه وما بنبخلش عليه باي حاجه، يعني اي دعم مادي معنوي احنا كده مع الكابتن ايهاب، وان اللي هو عايزه اي مكان في الفريق هندعمه له باللاعيبه اللي هو عايزها يعني. شايفين الانشاءات على وجه السرعه داخل النادي الاجتماعي بالنادي كفر الشيخ، المسجد بدأ خلاص، الفندق، يعني اتكلمنا عن قرب موعد الافتتاح. ان شاء الله يا كابتن احمد، ان شاء الله المسجد قدامنا اهوت، طبعا على وشك ان احنا ننتهي من التشطيبات النهائيه في المسجد. وحضرتك طبعا شايف لو بصينا ورا هنا هنلاقي طبعا الحمام السباحه بتاع الاطفال اللي شغالين على قدم وساق يعني يوميا. والانشاءات ان شاء الله قدامها يمكن شهر، والناس هتتفرج على نادي كفر الشيخ ان شاء الله الشهر الجاي، يعني يبقى نادي جديد، يعني حاجه افتتاح هيبقى جميل ان شاء الله يعني. وانت حضرتك تبقى معانا وتشرفنا يعني. ترابط اعضاء مجلس الاداره وحاله من الود لسود الاعضاء لاول مره بنادي كفر الشيخ، مفيش خلافات، شايفين الشغل ماشي على ما يرام؟ والله الحمد لله احنا كلنا يد واحده، من اول الكابتن اشرف ابو حليمه رئيس مجلس الاداره والكابتن خالد عبد الحميد نائب رئيس مجلس الاداره والاعضاء كلهم، احنا كلنا نعتبر يد واحده، وبنحاول بقدر الامكان نقرب وجهات النظر. لو في اي مشكله او في اي حاجه بنتناقش بيها بيننا وبين بعض، وبنشوف الاصلح لمصلحه النادي، وايه اللي النادي عايزه وايه اللي نرضي بيه الناس، وبنتخذ القرار الصح في كده يعني. لكن الحمد لله ما فيش اختلاف، ما فيش في ناس بتحاول انها تهدم او الناس تحاول انها مثلا توقع بينا، بس الحمد لله احنا كلنا متماسكين واخوات كلنا مع بعض لحد دلوقتي. شكرا يا كابتن، ونتمنى التوفيق لنادي كفر الشيخ. شكرا يا كابتن. كابتن ياسر البرنس مدرب حراس المرمى بقطاع الناشئين، برحب بك يا كابتن. اهلا وسهلا فندم. اهلا. النهارده تعليقك يا كابتن على حكم المحكمه؟ والله حكم المحكمه النهارده كان الى حد ما حكم مظبوط، بحيث ان الجماعه اللي هم قتلوا
الناس في استاد بورسعيد. لا ده الطبيعي ان ال 21 واحد دول يتعدموا. وبعدين الناس اللي خدت براءه، ما هو مش كل الناس برضه اللي قتلوا الناس اللي اتلموا كلهم، مش كلهم دول طبعا، والناس اللي عملت كده. فطبيعي ان الناس اللي حكمت القاضي بالورق اللي قدامه اللي اثبتوا عليه ان هو كان متسبب فعلا وفعل كده فعلا، خد حكم بالاعدام. وحسب وتراوحت بقى الاحكام ما بين 15 سنه وما بين 10 سنين وما بين سنه وما بين براءه، وده الطبيعي. شايف شعل النيران في اتحاد الكوره ونادي الشرطه، شايف الفتنه لسه شغاله؟ اكيد طبعا لسه شغاله، وطبعا الجماعه بتوع الالتراس بتوع الاهلي طبعا طلعوا ونفوا ان هم لهم علاقه بالموضوع ده، فطبيعي يبقى في طرف ثالث في الموضوع. لهم هدف او لهم عاوزين البلد تفضل كده على طول. اتحاد الكوره انا نفسي اعرف ايه علاقه اتحاد الكوره بالحكم اللي طلع النهارده. مفيش اي علاقه بين اتحاد الكوره والحكم، وده حكم محكمه. ودايما احنا نطلع بنقول القضاء بتاعنا نزيه نزيه نزيه، فلما يجي الحكم مش في صفي او مش على هوايه يبقى القضاء وحش واطلع اولع في اتحاد الكوره. ده طبعا كلام مش مظبوط وكلام غير منطقي. كابتن، شايف خوفا من النشاط والتصريحات اللي طلع الكابتن محمود الشامي وكذب الخبر ده، وفي اجتماع بعد ساعه مع السيد العمري فاروق، شايف ان خوف النشاط هيدخلنا في متاهات ثانيه؟ اكيد طبعا يا فندم. يعني انا عرفت بايقاف النشاط في خبر طلع على الجزيره الرياضيه ان هو قال لك خبر عاجل بايقاف النشاط الكروي في مصر الى اجل غير مسمى. طلع بعدها الكابتن جمال علام اللي هو رئيس اتحاد الكوره قال لك لا الكلام ده مش مظبوط، وفي اجتماع في تقريبا حوالي الساعه 5 اللي لجنه اتحاد الكوره كلها اجتمعوا مع بعض. وطبعا ايقاف النشاط الرياضي في الوقت ده انا شايف ان هو قرار غير مظبوط بالمره وهيدخلنا في متاهات ثانيه. بعد لقاء سمنود وكفر الشيخ كتير قال ان كابتن ايهاب مش جاي النهارده، شفناه في مران الفريق. شاف كفر الشيخ ازاي في الماتش الجاي؟ والله يا كابتن، الكابتن ايهاب جلال بيسعى لبناء فريق قوي واهتمام بالناشئين، وقاعده الناشئين قاعده عريضه، والسنه دي ان شاء الله ممكن يبقى احنا في الصوره بعد كده. ان شاء الله السنه الجايه هيبقى بننافس عشان نصعد الممتاز، انما مش من اول مره الراجل يبني فريق والنتيجه تبان في ساعتها. مفيش حاجه بتحصل كده. احنا هو الراجل معهوش عصا سحريه عشان يبني فريق في سنه ويصعد بالممتاز في نفس السنه. لازم نبني فريق السنه دي ان شاء الله، السنه الجايه نشوف نتائجه وثماره، وان شاء الله الكابتن ايهاب موجود معانا باذن الله. كمدرب لحراس المرمى قطاع الناشئين، شايفين الاخطاء في الفريق الاول، يعني قدرات قطاع الناشئين، يعني عايزين نعرف المواهب اللي عندك ايه؟ والله حضرتك بالنسبه لحراس المرمى انا الحمد لله عندي محمود الحضري اتمرن، كان اللاعب ده قاعد بقاله سنه كامله ما بيلعبش، اشتغلت معاه شهر كامل، واول ما ظهر الكابتن ايهاب شافه، وكابتن احمد بن الله مدرب حراس المرمى في الاول خدوا طلعوا الفريق الاول فوق. وكانوا معانا حسن صبري برضه من الناشئين 19 سنه فريق اول فوق، احمد علي لسه جايبينه السنه دي من فريق المركزيه، لعب ماتش والتاني مع فريق 21 هو 19 سنه، وبرضه ان شاء الله الشهر الجاي يكون مع الفريق الاول باذن الله. يعني عندنا قاعده ناشئين حراس المرمى 5-6 جوان بسم الله ما شاء الله، دول مستقبل كفر الشيخ. شكرا كابتن ياسر، نتمنى التوفيق لحضرتك. شكرا.